يوم الانتخابات هيكون آخر يوم حياة سيادة النايب جعفر العرباوي. يوم الانتخابات هيكون آخر يوم حياة سيادة النايب العرباوي. يوم الانتخابات هيكون آخر يوم حياة سيادة النايب العرباوي. هعمل ايه دلوقتي؟ انا قلت اجيلك بعد نص الليل عشان اعرف اتكلم معاك على رواقه. قول لي كده بهداوه وبكل صراحه، مين دول اللي عايزين يقتلوا سيادة النايب؟ مش عارف ومش فاكر. الصورة اللي بفتكرها مغيمة مش واضحة. ماشي، تعالى اقعد وارتاح. تعالى، عايزك تخليك معايا واحدة واحدة. وبعون الله هنفتكروا مع بعض. انت عارف ان انا ضابط بوليس، ودوري ان انا بحافظ على ارواح الناس وامنهم، وخصوصا لما يكونوا الناس دول مهمين قوي قوي زي سيادة النايب. أنا قلت لك الكلام اللي قلته عشان تلحق الجريمة، واحنا ما نقدرش نتحرك من غير معلومات كافية، وانت اللي هتقول لي على المعلومات دي. كل اللي أعرفه هو يوم الانتخابات. وبعدين بقى يوم الانتخابات لسه بدري عليه قوي. يكون زي ما يكون، بس اللي أعرفه إن يوم الانتخابات المصيبة دي هتحصل. هتحصل كيف؟ معرفش. مين اللي بيدبرها؟ معرفش. وانت عرفت الحكاية دي كيف؟ معرفش. شغل راسك زين وحاول تفتكر. مش قادر. مش قادر. مش قادر. ماشي، ارتاح انت دلوقتي وانعس على قد ما تقدر. راحة ممكن تكون مفيدة ليك قوي، وهنتقابلوا تاني. تعال بقى، تعال ارتاح ارتاح. أنا تعبان. الكلام اللي قلته النهارده ده ممكن يدخلك في مشاكل كبيرة قبل. فكر زين قبل ما تنطق بحديد زي ده مرة تانية. قصدك؟ قصدي اللي قلته على سيادة النايب العرباوي. قلته ما كانش فيه في راسي غير كده. قلته عشان امنع المصيبة عنه. يمكن يوصلني لأصلي. اللي قلته ده ممكن يأذيك. كيف ما قدرتش توصل لحاجة؟ كرر نفس اللي قاله وأكد عليه. وانت شايف ايه بعد المقابلة دي؟ والله حكاية خطيرة وما نقدرش نهملها. يوم الانتخابات لازم نفكر في اللي يقصده زين. قول لي، عصام زاره النهارده؟ وعرف حاجة عن الحديد ده؟ لا، ما حصلش. الحكاية دي أنا اللي لازم أحقق فيها بنفسي. أنت يا كبير؟ تفتكر في حاجة أخطر من إني أعرف إن حياتي هتنتهي يوم الانتخابات؟ وأنت تبقى له إيه؟ أنا عمه يا بيه. طب واستنيتوا ليه كل الوقت ده عشان تسألوا على ولدكم؟ كان مسافر من الأقصر سفرية تبع شغله. أصله شغال في السياحة في شركة عمه الكبير. قال لي هيغيب يوم واحد، ولما تأخر قلبي كان عليه. اعذرها يا بيه، ما هذه مرت عمه اللي مربياه، نازله عياط عليه وعامله مناحه يا بيه.
اصله يتيم الاب والام ومتربي في بيتنا طول عمره. يعني انتوا ما سمعتوش عن حكايه الحادثه دي غير النهارده؟ وهدان ولد عمي هو اللي نصحنا نسأل عنه في المستشفى، وقال كمان انه سمع عن حادثة حصلت من كام يوم، وقال لنا كمان نعمل محضر في المركز يمكن الحكومة تكون عارفة عنه حاجة. عموما انا ما عنديش غير مصاب واحد وله ظروف خاصه. يا رب يطلع مصطفى يا دكتور، يا رب يا رب ما تورينيش في حاجة بطالة يا رب. اصل انت يا دكتور ما تعرفش مصطفى طيب قد ايه. يعني ولدكم اسمه مصطفى؟ مصطفى ثابت العرباوي، والد اخويا الله يرحمه وعزيز علينا كلنا، هو اللي بجينا من ريحته. ربنا يسهل ويطلع ولدكم فعلا، لحسن حالته متاخره وصعبان علينا قوي. اتفضلوا اتفضلوا. مصطفى مصطفى يا ولدي. باي كيفك يا ولدي؟ ايه احوالك؟ خلعت قلوبنا عليك يا ولدي، بركة اللي ربنا نجاك يا مصطفى. مصطفى مين؟ انت يا ولدي ايه؟ ما فكرنيش ولا ايه؟ ما وعيش لعمك عبد الرازق؟ عم عبد الرازق مين؟ إيه اللي صابك يا ولدي؟ ما تعرفش مرة عمك اللي مربياك؟ حقك علي، حقك علي. انا مانيش. هو انتوا احنا اهلك وناسك، انا عمك ابو سيف. الحمد لله يا ولد اننا اعترنا فيك عشان ناخدك لحبايبك اللي هيدوروا عليك اديلهم كام يوم. يعني انا هطلع معاكم؟ ده بعد اذن الدكتور. ولدنا هيرجع بيته دلوك، ولو احتاج لاي علاج هنجيبه له مهما كان، وهو قاعد معزز مكرم. اللي تشوفوه، بس احنا هنعمل اجراءات هتاخد وقت شويه قبل طلوعه. وماله يا دكتور؟ تعالى يا ولدي، تعالى يا حبيبي، تعالى اقعد هنا جاري واحكي لي ايه اللي حصل لك. احكي لي كيف ما كنت بتحكي لي زمان. احكي لك على كل حاجه، بس سكت عليك النبي. قولي لي انا مين؟ انا مين؟ معقول يا ولدي حتى نسي اسمك؟ انت مصطفى ثابت العرباوي. هو انا نقلت العرباوي؟